يا مساء الخير، اتمنى تكونوا مبسوطين وانتوا بتتفرجوا على الفيديو ده. هنعمل مع بعض النهارده ألذ كيكه ممكن تاكلوها في حياتكم. كيكه سهله جدا جدا وبسيطه جدا جدا وسريعه جدا جدا، وبتفكرني دايما بالكيكه اللي كانت مامتي بتعملها، انها حقيقي حلوه من كتر بساطتها. اول حاجه عندي 4 بيضات، ممكن نستخدم 3 لو البيض كبير شويه. هضيف عليهم معلقه فانيليا وهضربهم ضربه كده بالمضرب الكهرباء، وممكن على فكره نعملها في الخلاط. طبعا انا كنت مجهزه القالب زي ما احنا متعودين ومسخنه الفرن على حراره 180. هنزل بعد كده بكوبايه وربع سكر. السكر بنضيفه تدريجي زي ما قلت قبل كده كتير في وصفات الكيك، لان السكر تقيل، فلو نزلته مره واحده مش هيدوب بسهوله، هياخد وقت كتير انه يدوب مع البيض. هديهم بقى ضربة كده حوالي 5 دقايق او من 5 ل7 دقايق لحد ما البيض يهيش ويعلى جدا. بعد كده هنزل بالزيت. دي كوباية الا ربع زيت، ممكن بدل الزيت نضيف زبدة، كوباية الا ربع زبدة برضو، بس في الحالة دي هنضرب الزبدة مع السكر الاول وبعد كده نضيف البيض. خلاص، يبقى احنا دلوقتي ضفنا الزيت سرسوب كده عشان الزيت ما يعومش على الوش، وبعد كده هنزل بالحليب واديهم ضربتين. عندي بعد كده المكونات الجافة. عندي كوبايتين دقيق، انا استخدمت في الوصفة دي دقيق كيك لان هو كان عندي، بس لو مش عندكوش دقيق كيك طبعا دقيق متعدد الاستعمالات وهو ده اللي انا دايما بستخدمه. هحط عليهم معلقتين كبار نشا، النشا بيدي طراوة رائعة وهشاشة للكيك حلوة جدا، معلقتين صغيرين بيكنج باودر ورشة ملح. هنخلهم بقى على الكيك. انتوا عارفين انا دايما بحب انخل الدقيق خصوصا في الكيك، يتنخل مرة واتنين مفيش اي مشكلة، بيدخل هوا وبيخلي الكيك فلافي كده ومش مكتومه. هديهم بقى ضربه كده لحد بس ما الدقيق يختفي، وبعد كده هقلب طبعا زي ما احنا متعودين، هقلب الطروف بالسباتولا عشان لو في اي دقيق في الاطراف او في قاع البوله ما ينزليش في القالب وانا بصب الخليط، ما الاقيش كلاكيع دقيق. هجيب بقى القالب بتاعي وهنزل بنص الخليط. شوفوا بقى، هنا في حادثة بسيطة كده حصلت، انا مرضتش اشيلها لانها ممكن تحصل مع اي حد فيكم ويرجع يقول ان الوصفة بتاعتي بايظة. فانا هقول لكم اللي حصل. هو كان كالاتي: دلوقتي خليط الكيك كان سايل شوية، انا حشيت الكيك دي بالمربى، انا حشيتها قبل كده وعملت نفس الوصفة قبل كده وكانت جميلة جدا، بس كنت عاملة مربى دي في البيت فكان قوامها تقيل فمسحش وسال تحت. الكيك دي او المربى دي كان قوامها خفيف جدا، يعني هي اصلا كانت في البرطمان خفيفه. انا كان اول مره بصراحه اجربها وغالبا هتبقى اخر مره. فلو انتوا عندكم فراوله فريش اعملوها مربى واستخدموها افضل من كده، او لو هتعملوا باوند كيك يكون الموضوع اسهل كتير لان خليط الباوند كيك كان بيبقى تقيل شويه. انا بقى صبيت النص التاني من الخليط وهدخلها الفرن على حرارة 180، هتقعد حوالي ساعة الا ربع. انا قعدت معايا ساعة ل10 دقايق بالظبط. لو انتوا مستخدمين قالب اوسع من دي هيبقى ممكن تقعد اقل. المهم انتوا تابعوها وما تفتحوش عليها قبل ساعة الا ربع. بصوا بقى، جيت قلبتها. انا عايزاكم تشوفوا رياكشن وشي، انا كنت واقفة مندهشة وبحاول اعرف فين المشكلة لاني عاملاها قبل كده، فانا استغربت يعني، حقيقي اندهشت. ممكن برضو يكون كان في سبب من ضمن الاسباب ان انا قلبتها وهي سخنه شويه، فانتوا استنوا طبعا لما تبرد، انا ببقى مستعجله بس عشان التصوير. انا جبت بقى المربى، معلقه مربى فاضله وحطيت عليها معلقه زبده. وعلى فكره انتوا ممكن تكتفوا بالخطوه دي وما تحشوهاش، هي اصلا دي يعني اساس الكيك. الدهنه اللي من فوق بالزبده والمربى دي ودت الكيكه في حته تانية تماما، كان طعمها رائع جدا جدا. رشيت عليها كمان رشه جوز هند، رشه جوز الهند دي وديتها في حته تانية خالص. كان طعمها اشبه بالرواني بقى كده، وحاجه كده طعمها جميل وخفيف وهتعجبكم جدا جدا. رشه كمان ممكن تدهنوا بدل المربى، ممكن ندهن عسل نحل نخففه بشويه ميه، او نكتفي بزبده بس برضو بيبقى طعمها حلو قوي. بتقلب على باوند كيك وبتقلب على رواني، فالاتنين مع بعض طعمهم خطير. انا بصراحه عجبتني جدا بغض النظر عن اللي حصل، بس انا كان لازم اقول لكم عليه عشان لو اي حد جه عمل الوصفه يعني ما يتفاجئش. فانا قلت لكم ايه الحلول البديله عشان ما يحصلش معاكم نفس اللي حصل. طعمها كان حلو، اتمنى ان انتوا جربوها، ولو جربتوها قولوا لي رايكم فيها ايه. ولو لسه بتتفرجوا لحد دلوقتي فشكرا جدا، بحبكم.